السلام عليكم خواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم في هذا الفيديو جديد على قناة اوتو دي زد نيوز انا عرض لكم سيارة جزائرية للبيع باسعار مناسبة للفئة متوسطة الدخل ودون الوسط. قبل ما نبدا الفيديو نتمنى من خواتي الدعم بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو باش تعمل الفائدة للجميع، وان شاء الله نتمنى من اي شخص يلقى مكتوب والحاجة اللي تناسبه هنايا سيارات ثانية اللي حابين نديروا عليهم فيديوهات اكتبوهم لنا في التعليقات لتحت وراح يكونوا موجودين ان شاء الله في فيديو قادم. نبدا مع السيارة الاولى على بركة الله. والسيارة الأولى خوتي كما راكم تشوفوا اللي هي ميغان دو 2006 لاني تاعها. الوثائق تاعها بطاقة رمادية ولا لاكارت كريس تاعها صافية، اللون أسود كما راكم تشوفوا في التصاوير. علبة السرعة ولا لاباط فيتاس يدوية، طاقة مازوت، المحرك 1.5 دي سي ال. الموديل تاعها ميغان دو كما ذكرنا، والكيلومترات هذه ماشية 270 ألف، لاني تاعها 2006 ثاني. وخيارات السيارة قالكم راها فيها نافذة علوية وأبياس ومقود معزز، مراية خلفية كهربائية، مضاد للضباب، ومذياع سي دي وجهاز انذار. مهم خوتي هذه راح طال فيها 98 مليون. غنخلي لكم رقم الهاتف تاع السيد هنايا في الشاشة، ونعقب السيارة اللي بعدها. السيارة الثانية كما راكم تشوفوا خوتي اللي هي من نوع سيزوكي. الوثائق تاعها بطاقة رمادية ولا لاكارت غريز صافية، اللون رمادي فضي كما راكم تشوفوا في التصاور. علبة السرعة ولا لاباط فيتاس يدوية، طاقة بنزين، محرك 1.0 و اس 68 سي اش. علامة الماركة سيزوكي كما ذكرنا، والكيلومترات ماشية 290 ألف، لاني تاعها 2011 ولا 2011. والخيارات اللي في السيارة راه يقول لكم باللي تكييف وجهاز انذار. ثاني هذه مولاها راه طالب فيها 76 مليون، هذه راه عاطينها له ثاني ماشي طالب فيها. وراح نخلي لكم النمرو تاعو في الشاشة ان شاء الله تعجبو يديها. ونمروا للسيارة اللي بعدها. السيارة اللي بعدها كما راكم تشوفوا خواتي واللي هي من نوع هافي موتور يافيز. علبة السرعة يدوية ولا لاباط فيتاس يدوية، نسخة يافيز ثاني. العلامة الماركة هافي موتور. البطاقة الوثائق تاعها بطاقة رمادية عفوا، ولا لاكارت غريز صافية. الطاقة تاعها بنزين يعني ليسونس، والكولر تاعها ولا اللون تاعها أبيض. المحرك تاعها 1.1 و اس 65 سي اش. السيد قال لكم طالب فيها 111 مليون، طالب فيها 111 مليون ثابتة. او ظاهر عندكم نمرو مول الطوموبيل في الشاشة، اللي مهتم بها ولا حاب يشري ولا يعيط له. مهم نعقبوا للسيارة اللي بعدها. السيارة اللي بعدها خاطي كما راكم تشوفوا واللي هي من نوع ار 19. مهم علبة السرعة يدوية ولا لاباط فيتاس يدوية، النسخة ار 19. الوثائق بطاقة رمادية ولا لاكارت غريس صافية. الطاقة مازوت واللون تاعها رمادي فاتح كما راكم تشوفوا. المحرك 1.9 تي دي 65 سي اش. الكيلومترات ماشية 153 ألف كيلومتر، ولاني تاعها 1990. خيارات السيارة تكييف ولا ابي اس و اس بي ثاني، مقود معزز، مراية خلفية كهربائية، مضاد للضباب، مذياع سي دي عفوا، وجهاز انذار، اضاءة النهار، نوافذ كهربائية. هذو راني قاع نعرضهم لكم في التصاور كما راكم تشوفوا هنايا في التصاور تاعها. المهم السيد قام عاطيله 84 مليون، هذه عاطينها له برك مازال ما باعش. نخلي لكم النمرو تاعو هنايا في الشاشة او ظاهر عندكم، اللي مهتم بيها ولا يعيط له. نعقبوا السيارة اللي بعدها واللي هي الأخيرة. والسيارة الأخيرة خاوتي كما راكم تشوفوا واللي هي من نوع كيا بيكانتو. لاني تاعها 2009 2009. المعلومات تاعها خاوتي علبة السرعة ولا لاباط فيتاس يدوية، نسخة ستايل، الموديل بيكانتو، العلامة والماركة كيا. الوثائق بطاقة رمادية ولا لاكارت غريز صافية. الطاقة بنزين، لون رمادي، المحرك 1.0 او اس اس 69 سي اش. الكيلومترات ماشية 272 ألف، لاني تاعها 2019 كما قلت لكم خاوتي. هذا راه معطي له 95 مليون ويقبل المقايضة، معناها يبدل كاروسة أخرى نورمال. نخلي لكم النمرو تاعو ظهر عندكم في الشاشة، معناها اللي عنده اهتمام ولا يعيط له. المهم خاوتي هذا اللي كان عندنا اليوم، إن شاء الله يكون نال إعجابكم الفيديو هذا. ما تنسوش تدعمونا ببارطاج واللايك، ونخلوكم على خير إلى فيديو قادم إن شاء الله.